السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة والأخوات، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. القصة ديالنا اليوم هي ديال الأخت كريمة. هذا الأخت كريمة تزوجات واحد الرجل خدام ما عندوش وما خصوش، مهم على قد الحال، ولكن شرط عليها من الأول، قال لها أنا ما بغيتش المرأة تخدم حيت كانت خدامة في الأول وجلسها في الدار. قال لي هذاك الشيء اللي عندنا غادي نقضيو به ونتقاسموه بيناتنا ونديرو نجمعو شويه وناكلو شويه. الحمد لله داروا جوج ديال الوليدات، بنيته ووليد. البنت عندها دابا تقريبا 13 عام والولد عنده 10 سنين. الحمد لله عاشوا واحد العيشه عاديه، جمعوا شويه بشويه، تقشفوا وكافحوا وجمعوا واحد شويه وداروا واحد الدويره نتاعهم صغيره. المهم حيدوا من الكره وعايشين بخير وعلى خير الحمد لله. واحد النهار كانت جالسه في الدار ديالها حتى عيطوا عليها من الخدمه ديالو، قالوا لها راه راجلك راه ديناه للكلينيك، راه كان خدام حتى طاح ما عرفناش شنو به. قالوا لها راه ديناه للكلينيك. مشات كتجري الكلينيك اللي قالوا لها السميه ديالو، لقاتهم دخلينو كيديروا ليه التحاليل وكيديروا ليه الراديو وهو ما عاقلش. قالوا لها راه كاين في المستعجلات. واحد شويه خرج الطبيب قال لها راه خصو عمليه مستعجله، راه عنده المصران ديالو عنده فيه شي ورم وراه قرب يطرطق، الا ما درناش ليه العمليه راه غادي يطرطق ليه داك المصران ديالو، عنده بحال شي حبه كبيره تما ورم وتنفخ بزاف وبلوكا ليه المصران ديالو. قال لها راه خصو عمليه ضروريه دابا، خصو يدخل البلوك. المهم تخلعات هي بزاف، عيطات لخوها، جا لعندها تما دخلوه هو القاعه ديال العمليات باش يدير العمليه. عيطات الاخت ديالو جات حتى هي، جاو صحابو من الخدمه باش يقدوا ليه الوريقات ديال المرض. المهم بقاو كلشي كيتسناو. داز تقريبا واحد ساعه ونص، خرج عندها الطبيب قال لها الحمد لله راه كلشي داز بخير وعلى خير، العمليه راه نجحت وراجلك راه كيفيق من البن شويه بشويه. قال لها راه باقي ما فيقش 100%. صافي بقاو كيتسناو شويه، جابوه لواحد البيت تما فين كيجيبوا المرضى، جابوه البيت بوحدو وكاينه معاه فرمليه. قالت لها راه باقي ما فيقش 100%، راه باقي ما البنج باقي شاد فيه شويه. مراتو بغات تدخل عنده ما خلاتهاش فرمليه، قالت لها لا راه انا كاينه معاه دابا. قالت لها ما يمكنش ليك تدخلي. طلبات الطبيب قالت لها عافاك خليني ندخل حداه باش ملي يحل عينيه يلقاني حداه ويعرفني راه كاينه معاه وماشي بوحدو. قالت لي راجلي راه ما عمر ما وقع عليه هذا الشيء، اول مره كيوقع عليه هذا الشيء، خليني ندخل راني مخلوعه عليه بزاف. قال لها صافي واخا دخلي ولكن ما تهضريش وما تكلميش معاه، غير جلسي وصافي حتى يفيق شويه بشويه. المهم هي دخلات بقات جالسه حداه، واحد شويه بدا كيهضر ما عرفاتو شنو كيقول. مشات دارت ودنيها حدا فمو، شويه سمعاتو كيقول الحبيبه ديالي سعاد غير صبري معايا راه غادي نطلقها وغادي نتزوجوا، ما تقلقيش الحبيبه ديالي سعاد، ما تقلقيش ليا، راه الا تقلقتي راه كتكحل عليا الدنيا. وي تقولي شكون هاد سعاد، شكون سعاد على من كتهضر؟ هو باقي ما عاقلش، كيدخل يخرج في الهضره، كيقول لها سعاد والله لا بقات هذيك كريمه عندي في الدار، والله لا بقات غادي نصيفطها هي ولادها تمشي تبعد منا تخلينا نعيشو. وبدا كيهضر على هاد سعاد، كيهضر معاها، العقل ديالو الباطني خدام والبن شاد فيه، هو غير كيبلز وكيهضر. ومراتو كتسمع في داك الشيء اللي كيقول وبدات كتقول شكون هاد سعاد. وهي تفكر سعاد كان كيهضر ليها عليها شحال هادي مده طويله كان وقع لها مشكل مع راجلها وطلقها وكان ضربها وكان المحاكم وكان وقف معها هو وشي وحدين خدامين معها، وكان كيقول لمراتو راه حنا واقفين مع واحد السيده خدامه معنا سميتها سعاد ضربها راجلها ودارت شهاده طبيه وما عندها حتى شي واحد هنا في هذه المدينه وغير انا وصحابي اللي واقفين معاها. وتفكرات هذاك الشيء اللي قال لها شحال هادي
ومدة هادي ما عمر ما هضر ليها على هاد السيدة خدامة معاهم. ساعة هو راه موعدها بالزواج وموعدها باش غيصيفط مراتو وولادو، وهي تحس بواحد الشمتة. قالت لي ياك الغدار ياك، قالت لي هاني غاديه معاك بالنيه وانت غادرني. وهي تعيط على خوها، قالت لي اجي تسمع. جا خوها وقف بدا كيسمع، سمع غير شي حاجه قليله حيت بدا كيتحيد منه البنج. ملي سمعها كتهضر بدا كيفيق، حل عينيه بقى كيشوف فيها. قالت ليه الغدار كتغدرني، وهي تخليه ومشات. قالت لخوها هاني مشيت للدار. قال لها خوها اجي قال لها راه غير البجره ما عارفش اش كيقول. قالت لها انا اللي عارفه شنو كيقول. مشات وخلاته مشات للدار، بدات كتجمع في حوايجها، جمعات حوايجها كاملين وحوايج ولادها وعيطات لخوها. قالت لها اجي ديني للدار. قالت لي حرام واش باقي نبقى معاه من اليوم. قالت لي داكشي اللي سمعت خطير. قالت لي هذاك الشيء اللي في الراس ديالو واللي في قلبه راه قالوا وانا سمعته. من اليوم ما باقي نجلس معاه. صافي مشات في حالتها عند خوها وخلاته مقابله اختو ومقابلينه فاميلته في الكلينيك. من داك النهار ما مشاتش عنده. ملي خرج اتصل بها قال لها شنو داكشي، قال لها شنو كاين. قالت ليه هاش كاين وهاش كاين. قالت ليه برات تصيفطها ليا وسعاد ديالك سير عندها. قالت ليه انا اللي ضحيت معاك وكافحت معاك وما خليت ما درت معاك حتى بنينا الدار وكبرنا الوليدات. قالت لي هذا هو الجزاء ديالي. قالت لي مشيتي عند سعاد بغيتي تصيفطني كتقول ليها غادي نطلقها ونصيفطها هي ولادها. قالت لي راني مشيت بالعز ديالي وبالكرامه ديالي، ما نتسناكش حتى تقول لي سيري وسير عند سعاد ديالك. قالت لي كاع الحاجه اللي فيها الزحام ما عندي ما ندير بها، سير الله يعاونك. المهم سدات عليه التليفون وخلاته. هذا الشيء علاش الاطباء وما كيخليوش الناس يدخلوا عند المريض ملي كيكون باقي فيه البنج، حيت كيكون كيقول شي حوايج غادي يخرجوا عليه من بعد. كيقول الصراحه وكيقول داكشي اللي في الراس ديالو لداخل. كيخليهم حتى كيفيقوا من البنج مزيان وكيعرفوا شنو كيقولوا، عاد كيديوهم للقاعه ديال المرضى. وهذا كان غلط كبير، ما كانش عليها تدخل في هذيك الوقيته، ولكن هي النيه ديالها غلبات وربي بينوا ليها على حقيقته. هو كان ناوي ليها الغدر. هذه هي القصه ديال اخت كريمه كتعاودها للناس وكتقول لهم ما ديروش الثقه في الراجل. راه الرجال قد اللي جلستوا معاهم راه قليل فيهم اللي ولاد الناس ولاد الاصل واللي غادي يكملوا معاك بالنيه ديالهم. راه غير كي كتبان لهم شي وحده اخرى تقرب منهم راه كينساو العشره وينساو كل شيء. ولكن هذا الشيء ما غاديش نطبقوه على كل شيء. راه كاينين ولاد الناس وكاينين رجال اللي هما مزيانين ونقيين وكيعرفوا العشره والوفاء، وكاينين اللي بحال هذا الراجل هذا الواد اللي يجي يديه. كنتمنى هذا القصه تكون عجبتكم وراقتكم واستفدتوا منها، وان شاء الله الى قصه مقبله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.